السلام عليكم. معاكم جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها على القناة. فيديوهات مفيدة جدا ومتنوعة عن الطبخ والمطبخ. هنعمل مع بعض اليوم طبق البطاطس البسيط ده ولذيذ في نفس الوقت. لو الفيديو ده عجبكم واستفدتم منه ولو بمعلومة صغيرة، نرجو منكم الدعم للفيديو وللقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكمان الضغط على زر اعجبني ومشاركة هذا الفيديو مع اي حد من احبابكم او اصحابكم تحبوا ان هو يتعلم الوصفة دي. يلا بينا نعمل نشوف الطريقة مع بعض. في الاول هجيب طاسة فيها قليل من الزيت بالشكل ده، وطبعا ممكن تحط شويه سمنه او زبده على حسب رغبتك. الماده الدهنيه مفيش فيها اي مشكله، ولكن هنضيف قليل من الزيت مش زيت كتير. بعد كده هنكون مقطعين البطاطس بتاعتنا. طبعا هنكون مقشرينها وغسلينها كويس جدا. هنقطعها مكعبات صغيره زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا الكميه على حسب عدد الافراد. هنقلب البطاطس في الزيت بالشكل ده. كل البطاطس لازم تتغلف بالماده الدهنيه، ومش هنزود زيت ولا هنزود ميه، لان البطاطس دي هتستوى في البخار بتاعها. اول ما اقلب البطاطس في الزيت وتاخد السخونيه بتاعه الزيت، هبتدي انزل بملعقه صغيره من الثوم المفروم. في الفتره دي هتبتدي ريحه الثوم طبعا تظهر وهتكون جميله جدا مع البطاطس. بعد كده هغطي عليها واسيبها على درجة حرارة متوسطة لحد ما تبتدي تاخد البخار، يبتدي يساعد البطاطس انها تستوى. كمان هضيف رشة صغيرة من الكمون ورشة صغيرة من البابريكا وكمان الفلفل الاسود. انا مش هضيف الملح دلوقتي، هضيف الملح في الاخر او لما البطاطس تبتدي تدخل في التسوية. بعد كده هغطي عليها زي ما قلت لكم واسيبها على درجه حراره متوسطه او منخفضه شويه علشان البطاطس بتاعتي ما تتحرقش والبخار يساعد زي ما قلت لكم ان البطاطس تستوى. بعد كده لما خلاص حسيت ان البطاطس بقت قربت على النضج، ضفت ليها الملح. وخلي بالك ضيفي الملح بكميات بسيطه لان البطاطس من الحاجات اللي بتتشرب الملح بسرعه. ده الطبق النهائي بتاعنا. ممكن تاكلوه بعيش او يتعمل فيه سندوتشات، هيكون جميل جدا. هو طبق مع الاكل بيبقى لذيذ وطعمه حلو وسريع زي ما انت شفت كده، وطبعا مغذي. الطريقة سهلة جدا. يا ريت تدعميني لو الفيديو ده عجبك او استفدت منه ولو بمعلومة صغيرة. لازم تضغطي على زر اعجبني علشان الفيديو ينتشر ويصل لاكبر عدد من المتابعين ويستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.